على الحبيب قلبك كتيب. زي ما انت سمعتي كده بالظبط، في تمن وجبه واحده عملت 4 وجبات. انا اسمي سمر، بعمل ميزانيات يوميه واسبوعيه. ميزانيتي بتبتدي من اول 200 جنيه لحد 3000 و5000 و7000. كل الارقام اللي بتجيلي بعملها لك حتى لو باخد وقت. كمان بعمل ميزانيات للاكلات اليوميه، بتبتدي من 10 و20 و150. وبعمل ميزانيات اللي تخطر على بالك، اذا كانت سندوتشات او منظفات او حتى اسبوعيه. انا اول حاجه جبت وركين. الوركين دول كانوا عاملين 82 جنيه. انا مش متذكره وزنهم كام بالظبط. انا للامانه بجيب حاجتي كلها اول الشهر وبطلع منها على حسب الاكله اللي انا هاكلها، وبحسبها معاكي بالورقه والقلم حسب كمان سعرها النهارده كام. الوركين دول كانوا عاملين 82 جنيه. مسكتهم غسلتهم وحطيتهم في محلول النقع، او بمعنى اصح شويه ميه وشويه خل 5 دقايق كده. وكمان مسكت الورك قسمته على 2. ليه يا سموره بتقسمي الورك على 2؟ عشان يكفي 4 افراد. وهتعرفي ازاي انا بوفر وادبق ومحدش هياخد باله. جبت نص كيلو رز بسمتي ب 31 جنيه. الرز البسمتي بيبتدي من 62 جنيه لحد 90 جنيه. انا بالنسبه لي بجيب اقل نوع، وده اللي انت بتاكليه بره ما بيجيبلكيش احسن نوع زي ما انت فاكره ولا حاجه. ومش وحش والله، وتقدري كمان تستبدليه برز مصري عادي. بس انا حبيت اعمل الوجبه اللي كلنا بناكلها، الاكلات السوريه. الخلطه دي عباره عن ايه بقى؟ طماطمايه، بصلايه، فصين توم، ملح، فلفل اسود، ال7 بهارات. لو عندك بهارات الفراخ حطيها تبقى احسن. وشويه عسل او صويا صوص او دبس الرمان، اي حاجه من الثلاثه عشان تعزز اللون. اللون الاورنج اللي انت شفتيه في الطماطم ده بودره الزعفران او لون الزعفران، عشان الزعفران اسعاره غاليه جدا. مسكت الكلام ده كله قلبته كويس قوي. بما اني ما كانش عندي دبس الرمان فحطيت معلقتين كبار من العسل. هنا كنت بكسر التلجايه عشان انا بعمل الخليط ده. بعمل منه كميات وبقسمه في اكياس، على كل وجبه بطلع كيس. فانا كنت عامله المره اللي فاتت 3 اكياس، ده تاني كيس ولسه عندي كيس في الفريزر. يعني 3 طماطميات، بصلتين، فلفل سبايسي لو انت عايزاها سبايسي، وشطه. وتقدري تحطي زي ما انت عايزه بهارات ما تقفيش عليها. اهم حاجه تعززي اللون بكاري او كركم، بودره الزعفران، صويا صوص، دبس الرمان، زي ما انت عايزه. الرز البسمتي انا مسكته غسلته وجبت معلقه سمنه او معلقه زيت او معلقه زبده المتاح عندك. انا كان عندي زبده فصلاحيتها قربت تنتهي فاستخدمتها. تقدري تعمليه برز وهيبقى زي الفل والله، وما تقفيش على حاجه. وكنت عايزاه سبايسي فمسكت قرن فلفل حامي، خرطته كويس قوي كده. لو انت لسه ما كتبتيش ميزانيتك اكتبيها، وانا ان شاء الله بفضل من الله هعملها لك. وكمان قولي لي رايك في الافكار والوصفات اللي انا بقدمها. انا يا جماعه ما بحاولش اخرب بيوت، انا بحاول اساعد نفسي واساعدكم بافكار. عاجبك تمام زي الفل على راسي، مش عاجبك تقدري يا اختي ما تنفذيش اي وصفه من وصفاتي، او حتى اسعاري اللي مش عاجباكي خدي فكره. بلاش خالص الاسعار، بس اسعاري بتناسب ناس كتير، والحمد لله انا شايفه ان انا بساعد ناس كتير. انا بعد ما السمنه ساحت نزلت بنص معلقه من بودره الزعفران او لون الزعفران، عشان ما حدش يقول لي بودره الزعفران بالشيء الفلاني. وكمان شويه كاري او كركم المتاح عندك، وهديهم تشويحه مع قرن الفلفل. واول ما ريحتهم تطلع نزلت بالرز البسمتي. نص كيلو رز بسمتي هيكفي يا سمر 4 افراد. فعلا الرز بسمتي بيرمي كميه حلوه. وعايزه اقول لك اتبقى مننا كمان. انا ولادي كبار في اعدادي، وكمان بياكلوا يعني زي اكلات الاشخاص الكبار مش اطفال. وادي الوراك اللي انا قصيتها سبتها في التتبيله بتاع نص ساعه عقبال ما حضرت الرز. وفي طاسه سخنه، انا بعمل في الجريل عشان هي بتتحرق طبيعي تتحرق يا جماعه، بما انها من الوجبات السوريه فلازم تاخد لون. محدش يقول لي بتعملي ليه، انا بعمل دي عشان انا عارفه ان هي تتحرق فتريحني في الغسيل بعد كده. ده بالنسبه للطاسه او الصينيه الجريل دي. اول ما سخنت نزلت بيها بالفراخ، وهديها لون على الناحيتين وهتاخد صدمه وهتشوفي كل حاجه. بالنسبه للرز نزلت بيه بميه سخنه مغليه. طبعا الميه ازيد من الرز المصري، خدي بالك لو بتعملي رز مصري هتعمليه زي ما انت بتعمليه بطريقتك. ده كان رز بسمتي، ما تخافيش حتى لو الميه زادت مش هيعجن منك. الفراخ خدت لون على الناحيتين او خدت صدمه على الناحيتين، هنزل بباقي الخليط اللي انا كنت حاطه فيه الفراخ عشان اعزز اللون. وعايزه اقول لك لما تدخل في السوا هتاخد اللون اللي انت هتشوفيه في اخر الفيديو. ده كان بالنسبه لها على الناحيتين، هتدخل هتستوي. العسل اللي احنا حطيناه على الطماطم والبصل هيديها لون اسمها ايه، الكرمله. وهغرف الاكل جهز في نص ساعه. اللهم بارك. المخلل اللي كان موجود من البيت، عايزه اقول لك بجيب ب10 جنيه مخلل بيقعد معايا حبه حلوين. الاكله دي تقدري تحطيها في اطباق فيل وتقصي الفراخ وهتبقى اللهم بارك. بتمن وجبه واحده 110 عملت 4 وجبات. الصينيه كانت صغيره حقيقي، كانت ظلمه الكاميرا بتاعتي بعافيه شويه. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اكتبي ميزانيتك ايا كانت هي كام. ما تنسيش تقولي لي رايك في الافكار والوصفات اللي انا بقدمها. والله يا بنات ريحه وطعم حكايه. هستنى تقولي لي رايك في الكومنتات. تعملي لايك وشير وتقولي لي